هنا يا جايز أمنية هبدة مش طبيعية. و58 دقيقة بالليل أنا عايزة أروح. هي حاجة تافهة بس هي دي الفكرة من اليوتيوب شورتس. طبعا أنا صورتكم كتير في البولي أوكي، ورحنا نجيب عصير بعدين يعني جايز. النهاردة مش أول يوم العيد. I stopped going out to bars, I quit smoking. Thought that giving that all up would keep me going. I got over. What's poppin', hallelujahs? It's Omnia, and guess what? I'm back again. اعذروني المقدمة مش سينمائية زي الفلوج اللي فات. أنا صاحي متأخر أوي النهاردة، صاحية الظهر بجد صاحية الظهر، وعلى بقى ما فطرت ومش عارفة ايه وكده. ما لحقتش صور اي حاجة. اوكي، المهم يعني النهاردة 13 يونيو. ايوه يونيو، يعني شهر 6. اوكي، 13/6/2024. الساعة حاليا 7:17 بالليل. الساعة حاليا 7:17 بالليل. يعني باقي للعيد يوم، العيد بعد بكرة. هنا يا جايز أمنية هبدة مش طبيعية. العيد ما كانش بعد بكرة، العيد كان يوم الأحد. طيب النهاردة الخميس، بكرة الجمعة، العيد السبت. أنا مزنوقة زنقة كلاب زي الفل. أنا أولا غير المحتوى العيد اللي أنا عايزة أصوره، أنا ما عنديش فكرة أنا هلبس ايه العيد أصلا. طيب بجد معرفش، بس يعني هشوف. مرضتش ما صورتش فلوج برضو العيد ده، عشان طالما صورت العيد اللي فات هصور العيد ده أكيد يعني. اوكي كنت بفكر صراحة ان انا اغير العيد ده والبس فستان، عشان بقالي فترة يعني انا ما بلبسش فساتين اصلا. بجد ما عنديش فساتين في الدولاب. بس ما اعرفش صراحة، هشوف. انا اصلا مش متأكدة من حوار الفستان ده اساسا، يعني ما اعرفش، هنشوف بقى. المهم ان انا محتاجة اصور كونتنت غير كونتنت العيد، حاجات اصورها النهاردة والمفروض هتنزل بكرة على يوتيوب وعلى انستجرام. مش فيديو طويل، شورتس وريلز. عشان ده اللي هلحق اصوره. اما كفيديو طويل بقى فهو ده اللي غالبا هينزل الاسبوع الجاي. فلوج ده انا بقالي اصلا كام يوم عماله بقول انا عايزه اصور فلوج واصور فيديو تاني جنب الفلوج جوه الفلوج، واصور الكواليس بتاعه الفيديو اللي جوه الفلوج وشورتس، وما بعملش حاجه في الاخر. المهم لما لاحظين المايك اتغير، جبت مايك يوتيوبرز. هو ده المايك ده بقالي فترة شايفاه ترندي عند اليوتيوبرز وكده، فحبيت يعني أجيبه، أو خليت أخويا يجيبهولي. يعني دورنا عليه في كل حتة، في كل الأماكن اللي أنا كنت بدور عليها، كل المواقع اللي أنا كنت بدور عليها المايك ده كانت مقاطعة. يعني بالعافية لقيت موقع مش مقاطعة أقدر أشتري منه المايك ده. يس، معرفش صراحة هو كويس ولا لأ، بس يعني في التصوير لاحظت إن بيكون في زنة، فهبقى أحاول أشيلها في المونتاج الزنة دي. المهم ان انا حاسه يعني صوته واضح، اكتبوا لي في الكومنت حلو ولا لا. انا المفروض ان انا عندي تصوير فيديوهين النهارده، ريل وشورت، والمفروض ان انا ارتب الدولاب برضه. مش عارفه، بحب ازنق نفسي، بجد بحب ازنق نفسي، يا حبي لزنقه الكلاب في كل حاجه. في الفيديوهات الجايه بعيدا عن الفلوج ده هحاول اخترع طرق تصوير جديده، وهحاول اتطور في المونتاج قدر الامكان. ادينا بنتعلم. هصور لكم كل حاجه كده حتى لو اطلع. هاي ده متدلع قوي ده. Hi guys, I'm back. اوكي. حاليا انا عايزه الحق اصور اليوتيوب شورت اللي انا عايزه انزله بكره
الجمعة. كان المفروض ينزل بداله يوتيوب فيديو طويل. جايز أنا كنت والله منتظمة تقريبا لمدة شهر شهرين 3 كده بجد. كنت منتظمة بشكل يعني نوعا ما كويس إن أنا أنزل كل أسبوع، بس معرفش ايه اللي حصل. يمكن عشان أنا عمالة بفكر الأيام دي إن أنا أحسن نوعا ما من طريقة التصوير. عايزة أحاول أخليها سينمائية أكتر من ما هي عادية. كذلك في المونتاج عمالة بحاول أتعلم حاجات وكده. بحاول إن أنا أختار وقت يكون كويس للتصوير والمونتاج، يعني على أساس إن أنا أخد راحتي في التصوير أكتر. وأنا باخد راحتي في التصوير بس مش باخد راحتي في المونتاج عشان أنا عايزة أطلع بأحسن حاجة مش عارفة. عشان بحب التصوير والمونتاج، فأنا عايزة الحاجة دي تكون مميزة، يعني عايزة محتوى يكون مميز بالحاجة اللي أنا بحب أعملها. تقدر تتلخبط ومش بنزل كل أسبوع فيديو طويل، بس بداله بنزل شورت. so we're good. المهم الحاجة اللي أنا هعمل عليها يوتيوب شورت دي قطعة أثرية مش حقيقية أكيد يعني. ومش جايبها من متحف، لا جايبها من ستور عادي، لأن أحس المتاحف ممكن يكون فيها الحاجات دي بتتباع كتذكار مثلا. إن دي المفروض بحفر وبلقى فيها هيكل عظمي. بس هي حاجة تافهة، بس هي دي الفكرة من اليوتيوب شورتس. بالنسبة لي اليوتيوب شورتس حاجة عشوائية جدا بعمل فيها أي حاجة. يعني اليوتيوب شورتس بتديني الحرية إن أنا أبقى عشوائية أكتر لكن الفيديوز الطويلة بتديني الحرية إن أنا أبدع أكتر نوعا ما، يعني من ناحية التصوير والمونتاج ونوعا ما المحتوى برضه. هعمل عليها انبوكسنج مكتوب children blind box، بس أنا children يعني بوكس عشوائي للأطفال، فأنا طفلة عندها 19 سنة عادي جدا، مش هنختلف. أصور لكم ورا الكواليس بالتليفون. let's go. Hey guys، مش عارفة أتخطى المايك ده صراحة، يا رب بس يفضل معايا فترة طويلة. المهم ميزة المايك ده إن في يعني يشتغل على 3 أجهزة. دي للكاميرا هنا اهو، ودي للتليفون يعني زي تليفوني تايب سي، ودي للايفون. طبعا انا ما بستعملش ايفون، تبا للايفون. حلو كده. تست شغال المايك ولا؟ Welcome to my room، وتحديدا الدولاب العزيز. بالمناسبة غيرت المايك عشان المايك التاني فصل سحب، ده عيبه برضو. المهم حاسه اني اتكلمت عن المايك الجديد كتير، بس عشان مبسوطه بيه وبقالي فتره كنت بشوفه في كل حته وكده وما صدقت جبته. المهم البتاع اللي كنت بحفرها دي عباره عن تراب تقريبا او حفريه، فتقريبا دخلت في مناخيري او في بقي عشان حاسه بطعم التراب. المهم لسه في طعم تراب. المهم الساعه حاليا 11:36 بالليل. انا هرتب الدولاب عشان لو سبته لبكره غالبا مش هرتبه. طيب وبكره عندي حاجات تانية عايزه اعملها. اعتقد ان انتوا خلاص حفظتوا ان اضاءه الاوضه زي زفت. المهم يلا نرتب الدولاب. هاي جايز، صباح الخير. انا سهرانه وقرفانه ومش طايقه نفسي. بقالي ساعه اوكي يعني خلاص تعودين على صراحتي. بقالي ساعتين يمكن 3 من الساعة 4 أو حاجة عمالة عائلة كريمة كانت صاحية، وغادة كانوا صاحيين، عمالة بحاول أدخلهم أوضة واحدة يسكتوا عشان أعرف أصور. وأخيرا الصالة فاضية ليا عشان أصور. ده ما وراء الكواليس بقى يعني. المهم الساعة 8:14 صباحا، وانا سهرانه كمان مره، وغالبا شكلي هشرب كوب قهوه تاني. فانا عارفه ان انا مودي هيتظبط لما
اصبغ شعرات. انا كل عيد بصبغ. ايوه، لما اللون بيفتح، هو فتح اوريدي، بصبغ. ومن هنا برضو جايز انا بجد مش طايقه نفسي. والله العظيم لما بسهر الموضوع متعب بجد، بس كله عشان نجهز للعيد. غير ان انا عندي اصلا مونتاج الشورت اللي انا صورته امبارح عشان انزله النهارده. يلا نروح نصبغ شعرنا. يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو. طبعا اكيد هغير الهودي ده عشان ما اتحسرش عليه كمان مره. يلا ليتس جو. تن تتن تتا نازلة ورايحة لأصدقائي الكلاب، هنجيب لهم أكل المرة دي. let's go. let's go. اوكي، فككم من شكلي خالص بجد. شعري مش شعري سيء جدا. هبقى اوريهولكم لما ارجع. هاي جايز. جايز بقالنا ساعة، اوكي، او معرفش نص ساعة، معرفش كتير، بنلف على محل كلاب وقطط يكون فيه اكل كلاب وقطط. مش لاقيه، او في بس معندهمش اكل كلاب وقطط. عندهم كل حاجة الا اكل كلاب وقطط. هاي يا لهوي. يا لهوي يا لهوي. هاي هلا هاي. يا لهوي يا لهوي. بالراحة 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 يا ولاد الهبلة، بالراحة. يا لهوي على الهبل. يا لهوتيني، يا نهار اسود. صلى هما كده بيلعبوا مع بعض. يا الله اكبر. هاي جايز، شكلي خض، انا عارف شكلي كأني اينشتاين. بجد والله العظيم اعطيني فايبز اينشتاين. ده كله هيتظبط بعد شوية، هتشوفوا بكرة ان شاء الله. الساعة حاليا 1:33. حاليا انا قدامي بس كام ساعة اعمل فيهم ماسك واعمل شعرات وهيك، بس انا عايزة اعمل شعري الاول قبل ما اعمل ماسك. هاي جايز، النهاردة مش اول يوم العيد. لحظة ادراك متأخرة قوي يا امنية. يمكن شوية. استوعبت متأخر امبارح وانا بحط الماسك. بكرة العيد. بالمناسبة الساعة دلوقتي 7:28 بالليل. انا تقريبا صحيت الساعة 2 الظهر. وقعدت اغسل في هدوم، بما انه بكرة العيد مش النهاردة. كنت شايفين تغيير الخطط.
بجد انا كنت عايزه اعمل شعري كيرلي العيد ده، قلتها العيد اللي فات، بس بجد العيد ده كنت عايزه اعمل شعري كيرلي، بس الاوتفيت مش هيليق عليه شعر كيرلي. انا متاكده انه مش هيليق عليه شعر كيرلي. ما يا انا بعمل شعري على حسب الاوتفيت، يعني على حسب الاوتفيت هيليق عليه شعر كيرلي او ستريت. لو في حاجه تاني هعملها في اليوم او هخرج او هيك اصور لكم. يا أم حاسه الناس بتصور بس يعني فلوجات العيد اغلبها اللي على يوتيوب مش بتكون على مدار 3-4 ايام زي ما انا بعمل بتكون على مدار يومين، يعني قبل العيد بيوم والعيد او العيد بس انا يعني انا بجهز على مدار 3-4 ايام. فيعني الحلو ان انا مش مزنوقه زي ما انا كنت فاكره وبالمناسبه الماسك بتاع امبارح، انا بقول لكم كل حاجه الماسك بتاع امبارح سبته ساعه او ساعه ونص وجيت اغسله، المفروض ان انا اغسله بميه دافيه، ما كانش بيتشال، وشي قاعد يلزق. اوكي بعدين استوعبت ان انا المفروض استعمل صابون وكده، فعملت دراما من ما فيش، وفي الاخر يعني المهم انه اتشال يعني راح. لا بس يعني اعطاني نوعا ما نضاره، معرفش صراحه هو فعلا اعطاني نضاره ولا لا، بس انا شايفه ان في فرق، وقعدت فتره مش حاسه بوشي، يمكن لغايه دلوقتي عشان حاسه في شد شويه. اوكي هاي جايز الساعة 2:58 بالليل، أنا عايزة أروح. طيب أنا بجد عايزة أروح، بقالنا طلعنا من البيت الساعة 11 على ما وصلنا المكان اللي المفروض كان فيه مطعم، كانت الساعة 1، لا كانت الساعة 12:30 على ما وصلنا يعني بالعربية. بعدين ركننا في حتة ونزلنا نتمشى حوالي ساعة رايح جاي عشان ما لقيناش المطعم مفتوح، فقلنا نروح مطعم تاني في نفس المكان، برضو تمشينا له شوية ما لقيناهوش برضو. بعدين رجعنا العربية، كل التمشية دي كلها ساعة مثلا، وبعدين قعدنا ساعة رايحين جايين على نفس المكان بالعربية بعد ما طلعنا من المكان. يا رب شرحي يكون تمام. المهم وبعدين احنا حاليا معرفش احنا في مكان صح ولا غلط. انا طيب عمالين رايحين جايين على اماكن عشوائية والجي بي اس توهنا، وصباح النور انا معرفش انا هلحق اعمل شعري وانزل صلاة العيد ولا لا. اوكي جايز انا كتمت اللقطة لسبب، عشان انا لو كنت يعني لا ما كتمتهاش كان زمان يوتيوب شال الفيديو بسبب ان اخواتي عمالين بيشتموا طول اللقطة. طيب you know المهم ان اللقطة كلها صياح، وانا طول الوقت عمالة بقول انا هعيط لو ما لحقتش صلاة العيد وكده، يعني انا بأفور. بس احنا يعني بقالنا يعني حوالي 4 ساعات مثلا برا البيت ولا حاجة وما وصلناش لمطعم في الآخر، يعني ما you know أنا بصيح وأخواتي بيصيحوا، المهم ما يعني كله قافل، كله قافل، وقعدنا نخش في متاهات في أماكن إحنا ما نعرفهاش، وستيل برضو من ذكاء إخواتي لسه كانوا بيمشوا على الجي بي اس واثقين فيه. بالله يعني مش أنا اللي كنت بسوق، فيعني حسبي الله. طبعا يا جايز في الآخر فقدنا الشغف ورجعنا جنب البيت، يعتبر فطرنا مش اتغدينا. اوكي كنا راجعين عشان كنا راجعين حوالي الساعة 5 الفجر أو كده، واضح على شكلي قد إيه أنا اتبهدلت. طيب بالذات إن أنا مشيت ساعة ولا ساعة ونص، بجد أعتقد إن أنا مشيت أكتر، يمكن أنا مش حاسبة الوقت. المهم يعني لفينا ودورنا ورجعنا جنب البيت، يعني ذكاء خارق للطبيعة مش طبيعي، أنا ما شفتش كده بجد. يعني مغامرة جميلة بلاش أقيمها.
هاي جايز، الساعة دلوقتي 47 دقيقة بالظبط الصبح. ملحقتش اصور لكم وانا بعمل شعري عشان انا فعليا رجعت مستعجلة. المهم ان احنا لحقنا صلاة العيد وانا مروعة عشان لحقت صلاة العيد للمرة الثانية. let's go. يا المرة دي ما خدتش حاجة من توزيعات العيد عشان انا فعليا صليت وطلعت على طول، ما لحقتش اخد حاجة. كانوا بيوزعوا اعتقد، وتقريبا انا برضو ما لحقتش عشان هما وزعوا على الاطفال بس. رغم ان يعني ما يا جماعة، كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. غالبا الفيديو ده ينزل بعد العيد. المهم كل سنة وانتم طيبين anyway، وكل عيد وانتم محققين اللي انتم عايزينه. اوكي، واحلامكم واهدافكم وانتم سعداء ومعايا بستيز. حاليا انا هوريكم زي المرة اللي فاتت الاوتفيت اللي انا هلبسه والحاجات الاكسسوارز اللي انا هحطها مع الاوتفيت. مش اكسسوارز كتير على فكرة بس. اوكي يو جايز، يمكن قد اكون حصل نفس الحاجة العيد اللي فات، مش فاكرة صراحة. انا بيجيني افكار الاوتفيت في اخر لحظة، اوكي، بس بتطلع جامدة يعني. ان شاء الله الاوتفيت ده يطلع جامد برضه. ففكرة الاوتفيت ده جات لي تقريبا قبل العيد بيوم ولا هيك شيء، او امبارح. المهم يعني انه ان شاء الله هيطلع حلو، لانه ميكس بين لونين، اللونين احلى من بعض. اوكي، ممكن تكونوا مش فاهمين ايه ده. اوكي، بس انا هلبس القميص ده. خليني اعمل الكاميرا دي فقط كده اوضح. هلبس القميص ده الاخضر مع البنطلون الاسود ده، وفوق القميص يعني فوق القميص هتشوفوا اوكي التوب الاسود ده مع الجرافطة دي، طبعا مع الجزمة الجميلة الأيقونية بتاعتي اللي أيقونية اللي ما بلبسش غيرها. لا فعليا عشان بجد بحسها بتليق على كل حاجة. هوريكم بقى الحاجات. اوكي يو جايز، نفس الترابيزة زي الفلوج العيد اللي فات برضو. المهم انا بفكركم. المهم دي كل حاجة انا هستعملها. الفوتو كاردز دي عشان انا تافهة بختار فوتو كارد تليق على الاوتفيت لكوك. اوكي، دي هخليها زي ما هي عشان بحبها، بس لسه هختار الصورة الكوك تليق على الاوتفيت. طيب just some makeup you know. بس هيك يعني مش هلبس اكسسوري. الاكسسوري الوحيدة تقريبا اللي هلبسها هي الجرافطة. في شنطتين هنا لسه هختار ما بينهم السوداء او دي. هنا باقي معدات الكاميرا وهيك. تفاصيل صراحة انا عجبني تناسق الالوان. you guys are you ready? 3 2 1 أنا مش شايفة نفسي كويس في الكاميرا، بس شفت نفسي اوريدي في المراية وحاساه جامد، وفعلا الستريت هير زي ما توقعت هيليق عليه أكتر من الكيرلي. المهم إن أنا مبسوطة بيه، بس ستيل محتارة معرفش ألبس الشنطة دي ولا ألبس دي، بحكم إنه يعني في أسود فهي لايقة اوريدي، بس دي حساها يعني برضو لايقة. بالنسبة للميك اب برضو ما عدلتش فيه كتير، بس يعني شوية هيك هنا شعرات حلوين جايز. انا مبسوطة من الاوتفيت ده قوي. عارفة العيد اللي فات كنت لابسة قميص، والعيد ده برضه لابسة قميص، بس مختلفين. كنت بفكر اضيف جاكيت جلد، بس افتكرت ان احنا بالصيف فيعني حاسة جاكيت جلد على قميص هتقل ومش ناقص حر يعني. هيا لنبدأ نصور كونتنت العيد. اوكي يا جايز، معكم ابنية المنتجة هنا اهو. خروجة العيد المرة دي كانت مختلفة. ما رحناش مول وقعدنا نلف بالهدف، لا رحنا نلعب بولينج.
طبعا انا صورت لكم كتير في البولينج بجد، تقريبا صورت كل المرات اللي انا لعبت فيها. المهم ان كانت مسلية صراحة قوي. طبعا انا خسرت اوف كورس يعني. اوكي يا اسيبكم مع اللقطات. اوكي يو جايز، صراحة المكان اللي كان فيه البولينج كان جامد صراحة في التصوير جدا يعني. look at this اوكي look at this. اوكي بعدين رحنا الملاهي ولعبنا كام لعبة، بعدين مشينا اوكي ورحنا نجيب عصير. بعدين يعني روحنا، بس قبل ما نروح فت على الكلبوب الابيض اللي انا مسمياه لب ابيض عشان اول مره اشوف كلب ابيض في حياتي. المهم كتكوت قوي واليف. المهم بس والله دي كانت نهاية فلوج النهاردة. أتمنى يكون عجبكم وحبيتوه. لو عجبكم don't forget to like share subscribe. روحوا اعملوا لي فولو على انستغرام عشان صور العيد نزلت هناك. I love you guys so much، وممتنة على الدعم الكبير اللي انتوا بتدوني آخر فترة. بحبكم والله. هاللويا. peace out. بحبكم. I'm scared of showing up. I'll miss the regular weekend.